عمرك خرجت من علاقة مؤذية وقعدت بعدها تحلف 100 يمين إنك عمرك ما هتكرر الغلطة دي تاني، وتلاقي نفسك بعد ما الأيام بتمر تدخل في قصة جديدة وفجأة تكتشف إنك لبست في نفس الحيطة تاني بالملي، نفس الشخص الأناني، نفس الإهمال ونفس الوجع، كأنك بتغير الوشوش بس والسيناريو الأسود مكتوب بالمسطرة هو. الحالة دي في علم النفس اسمها قهر التكرار، وده لغز مرعب. ليه العقل الباطن بيسيب الناس السالكة اللي بتقدم حب وأمان وبتجري تلقائيا ورا الشخص اللي هيكسره في الآخر؟ تعال نفك الشفرة النفسية دي ونعرف إزاي تفرمل الدايرة المقفولة دي. أول حاجة لازم تفهمها وهم إصلاح الماضي. العقل الباطن جواه طبيعة غريبة جدا. لما بيكون في جرح قديم من الطفولة متحلش، زي إهمال من الأب أو قسوة من الأم، العقل ما بينساش الوجع ده، بيفضل شايله. ولما بتكبر بيخليك تنجذب تلقائيا لشخص شبه الطرف اللي أذاك زمان. ليه بقى؟ مش عشان أنت بتحب النكد، لأ، العقل بيبقى واهم إنه المرة دي هيعرف يغير الشخص ده وهيخليه يحبه ويقدره كمان، وبكده يبقى انتصر على جرح الماضي وصلحه. بس الحقيقة يا صديقي إنك بتدخل المحرقة بنفسك وبتتكسر تاني. تاني حاجة وهي فخ الألفة والوجع المضمون. الإنسان دايما بينجذب للحاجة اللي عارفها وحافظها حتى لو كانت مؤذية. الشخص اللي طفولته كانت كلها قلق ودراما وخوف، الأمان بالنسبة له بيبقى شعور غريب وممل وما بيثقش فيه. لما يقابل حد طيب وبيديله الأمان الصح بيحس إنه مفيش شغف. لكن في المقابل لما يقابل حد بارد ومتعب وما يكونش بيضمن وجوده جنبه، ضربات قلبه وقتها بتبقى سريعة وبيبقى فاكر وقتها إن ده الحب الحقيقي. لكن ده مش حب، ده مجرد استدعاء للأجواء المتوترة اللي جسمك ونظامك العصبي اتعودوا عليها. تالت حاجة وهي شفرة قطع الدايرة والوعي بالنمط. معلش الكلام مجعلص شوية أنا عارف، بس لازم يتقال بالشكل اللي علم النفس قالوا بيه. عشان تكسر الفخ ده محتاج تقعد قعدة صدق مع نفسك وتكتب النمط المشترك في كل الناس اللي أذوك. هل كلهم كانوا متاحين بزيادة في الأول وبعدين اختفوا؟ هل كلهم كانوا نرجسيين بزيادة أو نرجسيين أصلا في المطلق؟ أول ما تحدد الصفة المشتركة دي انت كده عملت رادار جوه عقلك. في المرة الجاية بقى لما تقابل حد وتلاقي الأدرينالين ضرب في العالي وحسيت بنفس الشهوة والدراما القديمة، فرمل نفسك فورا وافتح عينيك واعرف إن ده الفخ اللي بينادي عليك تاني. يا صاحبي انت مش مكتوب عليك تعيش مكسور ولا حياتك عقاب أبدي. العقل الباطن محتاج يفوق ويعرف إن الماضي مات، وإنك مش مطالب تداوي جروح زمان بإنك تفتح جروح جديدة النهاردة. اتعلم تدي فرصة للناس الهادية السالكة اللي كلامهم شبه أفعالهم، حتى لو حسيت في الأول إن الموضوع ما فيهوش دراما. الأمان بجد هو اللي هيعيش، واللي يختار يكسرك قول له مكانك مش هنا، والباب يفوت جمل زي ما بيقولوا.